السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم قناة عمل ايدي مع ام كريم. وقبل ما ابدأ الفيديو يا حبايبي اضغط اشتراك وفعل الجرس واضغط على كلمة الكل لو انت ايه اول مرة كده تنوريني في القناة وتشرفيني. خلاص تعالوا النهارده كده ايه، النهارده الجمعة، جمعة مباركة عليكم. طبعا هنعمل مع بعض غدا جميل جدا. وطبعا الجمعة دي بيبقى غداها كده ايه حلو كده، فراخ ومحشيات بقى او مكرونة او الحاجات دي. النهاردة كده معانا بقى ايه؟ الفرخة الجميلة السمينة دي. بصوا الدهن بتاعها ده. طبعا انا ايه بشيل كمية الدهن دي، طبعا برميها فيها دهن كتير قوي. طبعا ايه هشطفها كده كويس. طبعا ايه الفراخ دي انا كنت ايه عاملاها قبل كده يعني معاكم في القناة، كنت منضفاهم يعني ومخلياهم كده ايه حلوين يعني. خلاص طبعا شطفتها شطفة كويسة. معايا كده اي حبة من الرز بالشكل ده. طبعا هغسلهم كده. طبعا الفراخ دي بتاخد ايه سوا حبة يعني. مش الفراخ اللي ايه بتتحشي رز مطبوخ، لا دي هتتحشي بحبة رز كده مش مطبوخين، مع بصلاية مع قرن فلفل اخضر مع التوابل. بس مش هنكتر فيها ايه الرز يعني ايه هنخليها بيبقى فيها ايه براح كده عشان الرز يستوي ايه جوه منها. طبعا غسلنا ايه حبة من الرز كده. ومعايا بصلاية متوسطة، لا كبيرة قوي ولا صغيرة قوي، هقطعها كده بالشكل ده. طبعا الحشو بتاع الفراخ ديت بيبقى جميل جدا جدا. ليه؟ عشان بيبقى كل الني في ني كده، البصل والرز والفلفل والتوابل بيبقى جميل قوي 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 يعني. الحشوات بتاعت الفراخ الايه البياضة البلدي يعني. خلاص ومعايا بقى ايه قرن الفلفل الاخضر الجميل ده. طبعا الفلفل الاخضر ده بيدي نكهة حلوة وطعم حلو قوي عامة ايه في الحشو بتاعتنا. هنزل كده ايه بالتوابل. معايا طبعا عامة الحشوات بتاعت الفراخ عامة بتحب الكمون، حطي حبة كمون كده وحبة فلفل اسود والملح وحبة كزبرة، يعني دي كزبرة ناشفة يعني. وهنزل كده ايه بالملح طبعا ايه. ملحيها كويس كده عشان ايه ما تبقى حلوة كده جوه الفرخ الحشوة الجميلة دي. وهنزل كده ايه بمعلقة سمنة بلدي. طبعا انا مش مكترة السمنة عشان هي الفرخة سمينة جدا. هي معلقة كده مش مليانة كمان. وابتدي بقى ايه ادعكي بقى البصل والفلفل والتوابل كده في الرز لغاية ايه ما تشمي بقى الريحة الحلوة. يعني ريحة الرز جميلة جدا قبل ما يتتحشي في الفرخة كمان. وكان طعمه جميل جدا جدا لما ايه اكلناه كده، وكان طعمه حلو قوي قوي. لقيته محتاج حبة ملحة بسيطة كده. طبعا انتي لازم تدوقيها كده عشان تشوفي تظبطي بقى ايه الاكل بتاعك في الملح عشان لا يبقى دالع معاكي ولا مالح. شايفين؟ بصوا لونه عامل ازاي. والله بجد كان الحشو جميل جدا. تعالوا بقى ايه هنحشي بقى ايه الفرخة الجميلة اللي معانا دي. خلاص طبعا بصوا شاطفينها نظيفة جدا من جوه. هبتدي بقى ايه احط الرز كده في بطنها يعني. خلاص طبعا هوريكم دلوقتي. الفرخة كبير، انت هتقولي ده الرز كتير، لا هي الفرخة كبيرة عامة يعني. الفرخة معايا كبيرة فالرز قليل. خلاص هبتدي بقى ايه احط كمية الرز. طبعا هو الرز عامة قليل معايا يعني. هما 3 معالق رز كده وبصلاية متوسطة. بصوا البراح عامل ازاي، شايفين؟ سايبة مسافة كتيرة قوي قوي في الفرخة من جوه يعني عشان ايه الرز لما يستوي معايا يبقى مستوي يعني، ما يبقاش ايه الرز ما بيقرمش معاكي كده وما يبقاش ايه لسه استوى يعني. لازم تخلي براح كده في الفرخة عشان الرز يستوي معاكي. طبعا حاطه ميه كده على النار حله. هنزل كده الميه طبعا سخنت، انا مش عايزه الميه تغلي معايا. هنزل كده ببصلايه وفلفل اخضر وورق لورو بالشكل ده. وهبتدي بقى احط التوابل. حطي بقى الملح. انا عامه في الفراخ البلدي او اي فراخ لازم احط الملح قبل ايه ما انزل الفراخ. وحطيت كده ايه توابل فراخ وحبه كمون بسيطه خالص. ده بس انا بكتفي بالتوابل والبصل وورق اللورو والفلفل الاخضر. هنزل كده ايه بالفرخه الجميله الحلوه دي. خلاص اهو بالشكل ده. وهسيبها بقى ايه كده، شايفين؟ سقطيها كده ايه في المية. وهسيبها بقى ايه كده تعيش حياتها بقى. تعالوا بقى ايه هنعمل بقى ايه الصلصة بتاعت المحشي.
خلاص، هاتي حلة كده وانزلي كده إيه بحبة من الزيت، وهاتي بصلتين كبار أو متوسطين يعني براحتك انتِ حسب كمية الإيه الكرنب اللي انتِ هتعمليها يعني. خلاص، وابتدي بقى إيه قطّعيها كده على إيدِك بس حاسبي يعني عشان السكينة تعورِك. لو أنتِ حابة تعمليها في الكبة اعمليها يعني، بس لو عملتيها في الكبة ما تطحنيهاش أوي، ما ت إيه ما تخلّيش البصل يتقطّع معاكِ، يعني يتطحن أوي معاكِ عشان هياخد معاكِ زيت كتير. أنا بافضّل يعني باقطّعها كده على إيدي بسرعة أحسن من الكبة، هتطلّعي الكبة بقى وتفرمي البصل وتغسلي بقى كبة والكلام ده كلّه لأ، على إيدِك كده بسرعة، بس خلّي بالِك يعني عشان لو السكينة حامية معاكِ ممكن تعوّرِك يعني. خلاص نزلت كده إيه قطّعت البصلتين كده على إيدي بالشكل ده، أهو كده في الزيت، طبعًا الزيت سخن كده على النار وانزلي كده إيه بالبصل عليه، أهو بالشكل ده. أهو كده، وطبعًا إيدِك فيه قلّبتيه كده بالشكل ده، وإيدِك فيه على طول طبعًا إيه حاطة كده إيه حلة على النار جنبي، حاطة فيها إيه المَيّة كده مستنية كده إيه لمّا تغلي معايا. خلاص، وتعالوا بقى إيه الكرنباية الحلوة الجميلة دي كانت عندي كرنباية صغنطوطة كده عندي، بُصّوا هي صغيرة يعني، أنا إيه قطّعتها حتت صغيرة على طول يعني أسلقها كده وأطلّعها وألِف على طول يعني. مش هاستنى لمّا إيه أسلق الورقة عامةً كبيرة وأقطّعها بعد كده، لأ أنا قطّعتها على طول وهاسلقها يعني. نزلت كده إيه بمعلقة كبيرة من التوم المفروم، طبعًا عامةً الكرنب بيحب التوم، أو المحشيات عامةً، والكرنب بقى يعني أكتر حاجة يعني إيه تكتّري فيها التوم. معايا بقى إيه الطماطم وقرن فلفل أخضر حراق كده، هاضربه كده في الخلاط يكون إيه البصلة اتحمّرت معايا وبقت جميلة وخدت اللون الأصفر الجميل ده. هانزل كده إيه بعصير الطماطم على البصلة بعد ما إيه أخدت معايا اللون الحلو الأصفر اللي أنتم إيه شفتوه معايا. خلاص، واسيبها بقى إيه تتسبك كده وتعيش حياتها. معايا بقى إيه المَيّة كده على النار بعد ما غليت معايا، طبعًا أنتِ قبل ما تسلقي الورق حطي حبة كمون وحبة ملح، هو ده إيه الحاجات اللي هتحطيها في مَيّة الكرنب. خلاص، طبعًا هتقولي لي الكمون ليه؟ الكمون حلو أوي، أوي في الكرنب عشان عامةً ما يعملش بقى انتفاخات وغازات وحاجات زي كده، الكرنب الكمون بيبقى حلو كده وأنتِ إيه وأنتِ بتسلقي في إيه، في الكرنب يعني وتحطيه كده في المَيّة بتاعته. خلاص؟ نزلت كده إيه بالكرنب كده بالشكل ده، شايفين مقطعاها كده حتت صغيرة عشان إيه حماتي تفرّد لي كده وألِف على طول. خلاص دي طريقة حلوة أنا ساعات باعملها يعني، وساعات إيه باسلق الورقة على بعضها وباقطّعها بعد ما إيه أسلقها. خلاص تعالوا بقى إيه الصلصة كده غليت معايا بالشكل ده، تعالوا بقى نحط لها التوابل. حطيت كده إيه حبّة من الملح بالشكل ده، وحبّة من الكزبرة الناشفة، عامةً المحشي بيحب الكزبرة الناشفة، وحبّة من الفلفل الأسود، وحبّة من الكمون. الكمون برضه الكرنب عامةً بيحب الكمون، كتّري كمون في الصلصة بتاعته. وحطيت كده إيه حبّة من الشطة، أنا أحب بقى إيه المحشيات تبقى حلوة وحراقة كده، تبقى spicy كده وتبقى جميلة. خلاص، طبعًا إيه وده الكرنب كده خلّي عينِك عليه عشان إيه ما يتهريش منِّك. خلاص، وابتدي بقى إيه أطلّعه كده بالشكل ده في طبق معاكِ، وبعد ما تطلّعيه طبعًا هنغسله بمَيّة ساقعة أو مَيّة عادية خالص من الحنفية. خلاص، عشان أنزّل السخونة اللي إيه في الورق، عشان إيه لو سِبتيه حبّة جنبِك كده ممكن يتهري منِّك كمان، لو أنتِ كمان مش حاطاه كده إيه في المَيّة السخنة. هو عامةً لازم تغسليه عشان إيه ما يتهريش منِّك. تعالوا كده إيه بعد ما الصلصة اتخدّعت معايا واتسبّكت معايا، نزلت كده إيه بحبة من الرز، غسلت حبة رز كده ونزلت إيه كبّيت حطيتهم كده إيه على الصلصة بتاعتنا أو التخديعة بتاعتنا، ومعايا بقى إيه الشبت والبقدونس والكزبرة. أنا طبعًا أنا ما جبتش يعني كزبرة خضرا من السوق، كان عندي من الفريزر، حطيت كده إيه طلّعته كده من الفريزر وحطيت عليه، حطيت كده إيه على الرز كده والصلصة الجميلة التخديعة بتاعتنا الجميلة دي. خلاص، أهو كده لقيته محتاج إيه حبة خضرة تاني، حطيت إيه حبة خضرة تاني كده بالشكل ده، شايفين؟ وأقول لكم بقى إيه على السر الجميل اللي هيخلّي ريحة المحشي تحفة معاكِ وريحته هتملى عليكِ البيت. هاقول لِك بقى إيه، هاتي كده حبة نعناع ناشف أو نعناع، لو عندِك نعناع أخضر هيبقى جميل جدًا.
عندِك نعناع ناشف زي ما أنا حطيت، حطي كده إيه، يعني حبة كده على إيدِك كده، حطيهم كده على المحشي، بيبقى والله أنا بجد أنا باعمله على طول كده، سواء في ورق العنب، في أي محشي، فلفل، كوسة، بتنجان، كرنب، أي حاجة، حطي حبة نعناع ناشف، لو أنتِ عندِك أخضر كمان حطي، يعني يبقى جميل جميل جدًا، 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 وجربوه والله بجد تحفة وجميل جدًا. دُقته كده لقيت إيه محتاج حبّة ملح بسيطة كده، حطيت له إيه حبّة ملح، عشان طبعًا أنا باحب أضبط الأكل بتاعي، لو عامةً كمان في المحشي، لازم تخلّي أكلِك كده يبقى حلو. تعالوا بقى إيه قطّعت طماطماية كده في الحلة اللي أنا كنت عاملة فيها إيه الصلصة بتاعتنا، وده إيه الرز كده حطيته في طبق، وده إيه الورق كده حماتي طبعًا هتفرّد لي وأنا ألُف، إحنا كلنا يا ستات البيوت بنعرف نلِف وشاطرين طبعًا. هنلفه كده يا حبايبي كده ونرجع لكم تاني هنشوف هنعمل ايه تاني. تعالوا بقى بصوا الفرخة الجميلة دي بعد ما استوت، طبعا انا مسافة ما ايه لفيت الكرنب كده لقيتها استوت معايا، هي ما اخدتش ايه نار كتير. بصوا استوت ازاي وبقت جميلة جدا جدا، والشوربة بصوا الشوربة عاملة ازاي، الشوربة سمينة جدا جدا جدا، يعني انا الحاجات دي الشوربة دي سمينة جدا يعني. كده خلاص إيه لفيت المحشي بصوا، وده بصوا هقول لكم بقى على اللون الجميل بتاع المحشي الأحمر، اللي بيبقى المحشي الأحمر بتاعنا الجميل ده، هاتي حبة من البابريكا كده في طبق، وحطي عليهم كده حبة من الشوربة، وقلبيهم كده وإيه وحطيهم على الكرنب، وزودي بقى الكرنب بالشوربة، ده هيديكي بقى اللون الأحمر بتاع الكرنب. يعني احنا بنشوف كرنب تلاقيه أحمر كده وحلو، ده ليه؟ عشان بيحطوا له بابريكا كده ويبقى حلو، يعني أول ما يغلي معانا بيدينا اللون الأحمر الجميل ده. جربوا الطريقة دي والله بجد حلوة جدا جدا، وعن تجربة يعني. زودته كده الشرب وهسيبه بقى ايه يعيش حياته بقى. تعالوا كده مع بعض هنعمل ايه. لقيت الشرب بقى حلوة كده وتستاهل بقى ان احنا نعمل ايه حبة لسان عصفور. خلاص انزلي كده ايه بحبة لسان عصفور كده في حبة سمنة، طبعا أنا مش مكترة السمنة عشان عامة الشوربة عندي سمينة جدا يعني. نزلت كده ايه طبعا بحبة لسان عصفور وايه، وطبعا ايدك فيهم على طول عشان ايه ما يتلفش منك ويتحرقش منك. بصوا انا بقول لكم يعني اللسان العصفور حطاك كده في بطرمان، مش سايباك كده ايه في كيس يعني. البطرمان بيسهل عليكي بسرعة كده ويخليكي ايه او ما يتكبش منك او يعني ايه يبقى حلو يعني. خلاص كده اخد اللون الجميل الاحمر الحلو ده. طبعا لسان العصفور لازم تحمريه كويس، عشان هو طبعا لما يغلي على النار اللون بتاعه هيفتح شوية يبقى فاتح يعني. فخليك كده اللون الاحمر اللي يعني تحمريه كده لما يديك اللون الاحمر يعني عشان يبقى حلو كده في الاكل. خلاص زودته كده ايه حبة من الشوربة الجميلة السمينة الحلوة دي، وهسيبه بقى ايه اغطيه كده ايه. بصوا انا حطيت له ايه حطيت له حبة فلفل اسود، لو انت عايزه الشوربه حلوه كده وتديها ويبقى ليها نكهه حلوه حطي لها حبه فلفل اسود كده. بصوا الكرنب بقى هيبتدي يغلي معانا، وهسيبه كده. تعالوا بصوا شايفين، بصوا الجمال، والله العظيم الريحه جميله جدا جدا جدا. عامه الكرنب حلو والشوربه عندي حلوه، ولونها حلو، معلقة البابريكا اللي احنا حطيناها له بتخلي لونها حلو جدا 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 وحلو يعني ويديك اللون الجميل يعني. تعالوا بقى معايا كده معلقة من الصلصة اللي احنا بتاعت المحشي شلتها كده، عشان ايه ادهن بيها الايه الفرخ الحلوة الجميلة دي، واحطها بقى ايه تحت الشواية. طبعا انا مرضتش احمرها في الزيت فلقيتها ايه سمينة جدا، فمرضتش بقى ايه احمرها في الزيت، قلت بقى ايه زيت على يعني هي سمينة وزيت لا مش هينفع، مش هينفع خالص يعني. فقلت ايه ادهنها كده بحبة من الصلصة بتاعت المحشي الجميلة دي، واحطها بقى ايه تحت الشواية بقى تاخد لون الجميل الحلو، ورشتها كده ايه حبة من الفلفل الاسود عشان تدينا بقى الريحة الحلوة والطعم الحلو. وكده خلاص يا حبايبي الغدا بتاعنا يكون خلص كده وايه، وحطيناه في الاطباق كده وكان يومنا جميل جدا، والغدا بتاعنا حلو. بصوا الكرنب بعد ما استوى جميل جدا 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 وحلو قوي قوي، وده ايه زيتون وليمون جميل جدا جدا، وده الشوربة، وعملنا ايه حبة سلطة كده وده كان غدانا النهارده. بصوا الفرخة عاملة ازاي شايفين. اعملي الفراخ البلدي في تحت الشوايه، ادينيها حبة صلصة كده وحطيها تحت الشواية، والله بتدي طعم جميل جدا جدا احسن من اللي ايه
أحسن من إن إحنا بنحمّره في الزيت، بيبقى شربان زيت كده إيه ومش هيبقى حلو معاكِ. ولو كمان فراخ الكبيرة اللي تبقى سمينة حبّة دي يعني، حطّيها تحت الشواية كده عشان إيه، تدّيكِ طعم حلو كده ولون حلو يعني. وده كان غدانا النهارده يوم الجمعة، كرنب وفراخ بلدي وسلطة ولسان عصفور، وده كان يومي النهارده يعني عند حماتي. أتمنى كده يكون الفيديو عجبكم والغدا يكون عجبكم، لايك وشير كده لأعمال إيديا مع أم كريم. أحبكم في الله أحلى متابعين. متنسيش اللايك من إيدك الحلوة فضلا منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.